مرحبا عزيزتي الأم، اليوم معي نصيحة بسيطة إن شاء الله أنها تتقبليها مني. طبعا في الأيام الماضية انتشر كثير لدى الأطفال الدايابيتس والأوبيزيتي، يعني السمنة والسكري. ليه يا ترى؟ بسبب العادات الغذائية الخاطئة اللي احنا بنعطيها لأولادنا وبيستمروا عليها لين ما يكبروا. لو عودنا أولادنا على معلومات صحيحة غذائية راح ينشأوا نشأة صحية سليمة إن شاء الله. لذلك راح أتكلم أنا وأنتي في طعامي هو نجاحي على معلومات بسيطة إن شاء الله أنها تفيدك وراح تحقق لك طموحك في تربية أولادك بالغذاء والصحة والسلامة إن شاء الله. طبعا في البداية خلينا نتجنب الأشياء الضارة مثل الشوكولاتات، مثل الفشافيش أو الشيبسات، ومثل الوجبات السريعة. هذه الأمور بتضر في ابنك جدا، مع أنها سهلة التحضير وسهلة التناول لكنها ضخمة منفجرة في أي وقت لدى طفلك لا قدر الله، بتعطيه الأعراض والأمراض لا قدر الله. لذلك نحاول نتجنب هذه الأمور. كيف ممكن نتجنب هذه الأمور؟ أسئلة كثيرة بتجينا. طفلي تعود على هذه الأمور، أو طفلي ما هو قادر يأكل إلا هذه الأشياء، أو لو عودته على الأشياء السليمة هو بيتجه للأشياء الخاطئة. يا ترى إيش الجواب؟ الجواب منك أنت. ليه؟ لأنك أنت عودتيه من هو صغير يأكل الأشياء هذه. لو أنك أنت عودتيه من هو صغير يأكل الأشياء الصحية راح ينشأ عليها وراح يحبها إن شاء الله. لذلك أول نصيحة خليني أقدم لك إياها، إنه أثناء حملك حاولي تأكلي الأشياء المفيدة، لأنه وجدت الدراسات في فرنسا إن الأم الأشياء اللي تأكلها أثناء الحمل بتأثر إيجابيا لدى الطفل. فإذا كانت تأكل أشياء مفيدة لما يكبر راح يأكل أشياء مفيدة، ولو أكل أشياء ضارة راح لما يكبر راح يأكل أشياء ضارة. لذلك في علاقة قوية بين الأم والجنين. ثاني حاجة، عود طفلك على 3 وجبات، فطور غدا عشاء، وحاول يكون في أوقات معينة ما يكون في أوقات مختلفة. لذلك الطفل راح يثبت على راسه إنه في أوقات معينة للأكل. وبين الفطور وبين الغداء والعشاء في سناكس ما هو شوكولاته، سناكس حاول تعطيه طماطم بهذا الشكل، حاول تعطيه عنب، حاول تعطيه خيار، بحيث انه الطفل يحب الاشياء هذه. شيء مهم جدا بالنسبه للاطفال يمكن انت تعرفيه او ما تعرفيه، الاطفال بتحب الالوان الملونه، بتحب الشكل يكون ملون، بتحب الاشكال، عندها المخ متجه جدا حول الشكل. لذلك حاولي تتفنني بالاشكال. كل ما كانت الوانك كثيره كل ما طفلك حب الاكل وقال لك تسلم يا ماما. لذلك انا عملت لك بعض الاشياء ان شاء الله تفيدك وتعطيها لاولادك. انا لو شخص كبير او احد شخص كبير وشاف هذه الاشياء موجوده على طاوله سفره راح ينجب فيها. الخلطه ما هي صعبه، الخلطه بسيطه، هي عباره عن خس وبلح مشيول منه النواه عشان الطفل ما يبلعه، وعنب وطماطم. لكن هذه عملت شكل باقه ورد قدمنا لها اطفالنا، الطفل راح ياكلها بسلامه وسهوله ان شاء الله. كيف ختمناها؟ ختمناها بالجزر عشان ما تطيح. لذلك شكل بسيط لكنه بيعمل اثر ايجابي في الطفل. شكل ثاني عملناه الاناناس. الأناناس من الأشياء المهمة جدا بالنسبة للأطفال. شوفوا الشكل، حرف الإن، حرف الزد، حرف الإم. إيش كان اسم ابنك حاولوا تعمليه وتتفنني له فيه وراح يحبه إن شاء الله. شوفوا الوردة هذه ما أحلى. هذه عبارة عن عنب، عبارة عن فلفل رومي وبلح. أنا أعطيته فيتامين غني جدا 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 لابني، لذلك الابن ما هو محتاج إنه يأكل سناكس غير هذه الأشياء. شوفوا الشكل الثاني اللي أعطيتكم إياه، هو عبارة عن خس وخيار وطماطم وجزر. نوعت الالوان والطفل راح يحبها اكثر واكثر. لكن راح اقول لك دراسه معينه، انه ثبت الدراسه انه الاطفال اغلبهم يحبوا ياكلوا الخس، لذلك حاولي تحطي دائما في وجباتك الخس، لانه سهل على الاطفال وبيحبوا ياكلوه. خليني اوريك حاجه معينه بسيطه، هذه الورده اللطيفه. هي عباره عن عنب وفلفل رومي بالوانه، لذلك الطفل او الكبير حاولوا تقدميها لاي احد راح يقول لك كيف عملتيها وراح يحبها. طبعا الطرق بسيطه وسهله ان شاء الله ومتناول الجميع. خليني اقول لك مثلا فكره الموز كيف موجوده. شوف ما أحلى، شوف الشكل. إذا ما عجبك الشكل هنا شوف الشكل هنا. عودي أطفالك على الشكل، لأنه الشكل بيحب الطفل. هنا الطفل لما يشوف هذه على طاولة السفرة راح يقول لك ماما أنا بدي زيها، فأنت راح تعطيه إياها وتعطيه الشكل كذا. عصيرات محلات العصيرات والفيتامينات راح تلاقي دائما كلها عبارة عن فواكه محطوطة بشكل منتظم بشكل حلو. ليه؟ تجلب المشاهدين أو تجلب الماضين، فلذلك بيحاولوا يكثروا منها. خليني أقول لك طبعا شيء مهم ولازم واساسي، المويه. هذا العنصر مفيد. المويه طبعا امهات كثيره بتكسر تعطي امها المويه او ممكن تستسهل انه ما تعطيه، لذلك انتبهي لازم طفلك يشرب كاسات كثيره مويه. في سؤال بيقول لنا طب طفلي انا ما بحب اشرب المويه، ايش اعمل له؟ حركه بسيطه، حط له الليمونه في المويه راح يطلع شكلها حلو، او ما حب الطعم نحط له رشه ليمون راح نغير طعم المويه وراح تكون افضل وافضل. طيب هذا بالنسبه للمويه. بالنسبه للحليب مشتقاته مثل الكالسيوم والزبادي واللبن، حاولوا تحرص عليها اثناء حملك، وحاولوا طفلك يتناولها كثير، لانه هذه اهم شيء لنمو الطفل وكثافه عظامه.
اللي تعطيها الآن راح يكبر عليه، فانتبهي أمي. أخيرا المشروبات الغازية، حاولي تتجنبيها، وحاولي ما تعودي طفلك عليها، عشان لو تعود عليها ممكن راح يستمر عليها. لذلك حاولي تخففيها منه، تبعدي عنه لأضرارها السامة الكثيرة عليه وعلى صحة أولادنا فلذات أكبادنا. لذلك حاولوا تحرصوا عليهم، حاولوا تعطوهم الغذاء السليم، لأنه في عقل سليم إن شاء الله. وأنا عارف إنك أنت سيدتي إنك راح تحرص عليه. كان معكم دكتور محمد غندور، إلى اللقاء.